أثار النجم البرازيلي ولاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور استياء البعض من جمهور المغرب بسبب علم الجزائر. وصنع نجم منتخب البرازيل فينيسيوس جونيور الحدث قبل مواجهة المنتخب البرازيلي ونظيره المغربي في مواجهة ودية تحضيرية. ووضع مهاجم ريال مدريد صورة له عبر حسابه الرسمي على تويتر عشية مواجهة المغرب الودية، مرفقا إياها بعبارة أراكم غدا يا مغاربة. والغريب في منشور مهاجم منتخب السامبا أن الأخير اختار صورة بخلفية العلم الجزائري، وهي صورة التقطت له في إحدى المباريات الدولية مع منتخب بلاده. وأثارت الصورة علامات استفهام كبيرة لدى الشارع الكروي المغربي من خلال اختيار صورة العلم الجزائري وعبارة مغاربة التي أرفقها فينيسيوس مع الصورة. وكما هو معلوم فقد استغل المنتخب المغربي فترة التوقف الدولي من أجل برمجة مواجهتين وديتين أمام كل من البرازيل والبيرو. وضمن أسود الأطلس تأهلهم إلى نهائيات كأس إفريقيا 2023 بعدما فازوا في مباراتين خلال مستهل التصفيات في المجموعة 11 التي تضم 3 منتخبات فقط. يتعلق الأمر بكل من ليبيريا، جنوب إفريقيا والمغرب. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر إقصاء منتخب زيمبابوي من التصفيات بسبب تدخل أطراف سياسية هناك بشؤون اللعبة، وهو أمر يتعارض مع لوائح الهيئة الإفريقية والاتحاد الدولي.